اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص، انا معايا كيكايه عاديه خالص. بص يا جماعه، هي بعد ما استوت طلعتها من الفرن على طول، فانتي ما تعمليش كده عشان كده هي هبطت معايا من النص شويه. فهي بعد ما تستوي سيبيها في الفرن وافتحي باب الفرن بس شويه عليها. وهنعمل كريم شانتيه. معايا كوبايه كريم شانتيه وكوبايه ميه ساقعه، وحطيت كمان عليها نص كوبايه لبن. تمام. فلو عايزه تحطي سكر حطي، بس انا يعني استكفيت بيه كده، لان لسه هحط طبقه جيلي كمان والكيكه مسكره، فما حبيتش احط سكر عليها. فضلت اضرب فيها بالمضرب لحد ما اتمسكت كده. حتى انا نزلت لكم الطبقه اهي، يعني ببين لكم ان هي متماسكه، مش لسه طريه. تمام يا حبايبي. وبس بقى يعني بفردها كده على الصينيه، وبحطها الفريزر يعني تقريبا ساعة لحد ما يمسك طبقة الكريم شانتيه شوية. ومعايا كوباية مية مغلية، هحط عليها كيس الجيلي ده وعليه كوباية مية ساقعة. تمام. لو عايزة برضو تخليه مسكر اكتر ممكن تضيفي معلقة او معلقتين سكر بس. وهسيبه جنبي كده يبرد شوية بس. فكده طلعت الكيكة من الفريزر، كانت طبقة الكريم شانتيه مسكت شوية. بس هحط عليها بس الجيلي كده، تبقى طبقة كيكة، طبقة كريم شانتيه، طبقة جيلي. تحفة تحفة بجد. بصوا، هي الصينية مش عارفة مش مظبوطة ولا ايه من النص، فحسيت ان الجيلي عليه شوية. وحطيتها تقريبا كمان ساعة او ساعة وشوية في التلاجة. في التلاجة بقى مش في الفريزر، لحد ما الجيلي مسك، يعني مسك نفسه كده وينفع ان انتي تقطعيها بقى. بس كان طعمها خطيرة يا جماعة. بصي انتي الكيكة قبل ما تحطي طبقة الكريم شانتيه ممكن تخرميها كده بالخلة بتاعة الشيش، وتحطي كيس كريم شانتيه تكوني عاملاه برضو تاني. انا اسفة، كيس جيلي، تسقيها يعني جيلي، تبقى معاكي برضو الكيكة مسقية. تبقى الكيكة برضو مسقية جيلي، ويبقى لونها احمر كده. تمام. بس انا كان عندي كيس واحد فعملته على الوش.